السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي ندويو على واحد الموضوع اللي بزاف ديال المغاربه غافلين عليه، اللي هي القائمه ديال الاثرياء ديال مجله فوربس اللي بانت في 2025، واللي فيها 3 ديال المغاربه اللي متصدرين في المغرب وكاينين في المجله ديال فوربس. شكون هما هاد الناس هادو اللي عندهم الملايير، وكيفاش جمعوا هاد الثروه هادي، وعلاش كل مره كنسمعوا هاد الاسماء كتكثر عليهم الهضره في المغرب؟ الا كنتي عايش في المغرب اكيد غادي تكون سمعتي بهاد السميات هادو، بحال عثمان بن جلول، انس الصفراوي، وحتى عزيز اخنوش. ولكن شنو القصه الحقيقيه من مور هاد الثروه هادي؟ خليك معنا، ما تنساش دير لايك وتشارك في القناه. وبلا ما نطول عليكم في المقدمه وخلينا نبداو. اول حاجه خلينا نبداو بالقائمه ديال فوربس 2025. في المغرب عندنا غير 3 ديال المليارديرات اللي دخلوا في التصنيف العالمي، واللي هما عثمان بن جلول، انس الصفراوي، وعزيز اخنوش. هاد 3 ديال الوجوه كلشي عارفهم تقريبا، ولكن شنو بالضبط اللي خلاهم يكونوا في الطوب ديال هاد القائمه هادي بالنسبه للمغرب؟ نبداو بعثمان بن جلول. السيد هذا اللي العمر ديالو 92 عام، وهو الرئيس ديال بنك افريقيا، وحده من اكبر البنوك في المغرب وفي افريقيا حاليا، واللي الثروه ديالو تقريبا مليار و600 مليون دولار، يعني حوالي 15 مليار ديال الدرهم. كيفاش جمع هاد الفلوس هادي؟ بن جلول اللي كانت ديال باه، ومن بعدها وسع الاعمال ديالو عبر rmafinance.com اللي عندها حصص في شركات بحال اورانج المغرب. وما نساوش برج محمد السادس، واحده من اكبر المشاريع اللي شارك فيها. هذا الراجل هذا راه ماشي غير غني وشبعان فلوس، ولكن راه رمز ديال القطاع البنكي في افريقيا. ندوزو دابا لانس الصفراوي. هذا الراجل هذا اللي عمره 68 عام رجع بقوه للقائمه ديال فوربس اللي كان غايب عليها من عام 2017، واللي الثروه ديالو حتى هو مليار و600 مليون دولار، يعني متفاوتين هو وعثمان بن جلول غير بشي حاجه بسيطه. الصفراوي هو صاحب مجموعات ديال الضحى العقاريه اللي حاليا كتخدم في السكن الاقتصادي، يعني الا شتي شي مجمع سكني او شي حي كبير بالنسبه لطنجة، فاس او الدار البيضاء وعامر بالعمارات، غالبا غادي يكون ديالو. وبنته كنزه هي اللي كتسير مع باها الشركه. وهذا العام هذا الاسهم ديالهم في البورصه ديال الدار البيضاء تضاعفات، وهذا الشيء اللي خلاه يرجع للطوب بالنسبه للقائمه ديال فوربس. دابا ندوزو لواحد الشخص اللي غني عن التعريف، واللي هو عزيز اخنوش، رئيس الحكومه وصاحب مجموعه اكوا. الثروه ديالو مليار و500 مليون، اي انه اقل من عثمان بن جلول وانس الصفراوي فقط ب100 مليون دولار. اكوا عندها شركات بحال افريقيا غاز ومغرب اكسجين، وكتخدم في الطاقه والغاز. اخنوش بدا مع باه احمد واكريم، وهاد المجموعه عندها جذور من 1932، يعني شحال هادي وباه خدام على هاد الشيء هذا. ولكن هنا كنطرحوا السؤال، كيفاش رئيس الحكومه وفي نفس الوقت ملياردير؟ هاد الشيء هذا خلى الناس يتساءلوا بزاف، واش ممكن تكون سياسي وتاجر كبير في نفس الوقت بلا ما يكون فيه تضارب المصالح؟ اخوان، هذه هي القصه ديال اغنياء المغرب في 2025. عثمان بن جلول، انس الصفراوي، وعزيز اخنوش، 3 ديال الرجال اللي كيهيمنوا على الاقتصاد المغربي. ولكن السؤال الكبير اللي كيتطرح هنايا، واش هاد الثروه كتخدم المغرب ولا كتزيد في الفجوه بين الاغنياء والفقراء؟ انا عارف بلي عندكم راي في هذا الموضوع هذا، ما تنساوش تكتبوا لي في الكومنتات وتخليوا لي لايك وتشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. في امان الله.